حياكم الله، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. طبعا اتمنى شيء البسيط قاعد اقدم لكم بالقناه تستفادون من يمه، ولا تنسون لايك واشتراك بالقناه. خلينا ويا الفيديو. طبعا اليوم الفيديو مالنا يتعلق بالماطور المبرده. اكثر العالم قاعد تعاني من اعطال الماطور والمشاكل اللي يعاني من يمه الماطور. ان شاء الله في هذا الفيديو راح اشرح لكم جميع الاعطال اللي تتعلق بالماطور. اول عطل قاعد يسالوني الماطور قاعد يشتغل فجأة يطفى شوية ويرجع يشتغل، هذا السبب. هسه اقول لكم شنو السبب مالته. هاي مشكلة. المشكلة الثانية الماطور يشتغل طبيعي، فجأة ضعف الماطور، الفرة مالته او الهواء قوة الدفع صارت ضعيفة. هاي اثنين. ثالث شيء الماطور فجأة وقف، قلنا الا نفره يا الله يشتغل. هاي ثلاثة. بعد شنو الرابع بيه؟ مثلا الماطور فجأة طلع بيه صوت، قام يطلع بيه صوت. شنو السبب؟ طبعا ان شاء الله في هذا الفيديو راح اشرح لكم اياهن خطوه بخطوه وبالتفصيل، واي شخص راح يقدر يميز العطل مالت الماطور بالبيت وبكل سهوله. طبعا اول شيء نجي الماطور شنو سببه يطلع صوت؟ سبب يطلع صوت طبعا هو بيه بوربرينات او بوش. مو شرط واحد يجي يقول لي بوش او بوربرينات، مرات الارميتشر ينسحق. شو تسوون؟ طريقه تثبتونه، تخلون ايدكم هنا وقوة تصعدون هذا والبولي قوة تصعدونه وتنزلونه. اذا ما شفتوا بيه ملعب معناتها لو بوربرينات لو بوشة. هاي خلصنا من يمها. هذا اول مشكلة. المشكلة الثانية اللي هي اكثريتهم يعانون من يمها، الماطور قاعد يشتغل شوية ويطفو وبعدين يرجع يشتغل. شنو السبب؟ السبب بأوفرلود. اوفرلود قطعة صغيرة تصير بالكويل مال حماوة الكويل. من يحمل كويل حتى لا يحترق مباشرة راح يطفى. فهاي بمرور الوقت من تقوم تعطل، تقوم كل 5 دقائق يعني يطفى الماطور ويرجع يشتغل. فبهاي الحالة لازم شو تسوون؟ تبدلون القطعة الاوفرلود او تلغونها، بس الافضل تبدلونها حتى يرجع الماطور طبيعي مثل الاول. هاي اثنين. ثالث شيء يعني الماطور يشتغل فجأة قلت قوة الدفع ماله. طبعا قوة الدفع ماله يتعلق بالقايش. اذا نفس الفرة بقت يتعلق بالقايش ويتعلق بالبولي. اكثر الناس ما تعرف شنو هاي المشكلة. مشكلة تجيب القايش، خليته هنا، اذا دخل جوه معناتها لازم تبدل بولي تبدل قايش. اذا لا القايش بقى فوق معناتها البولي ما بيه شيء. شوف القايش احتمال القايش بقطع. مرات الحلفة تبلل القايش. مرات الحلفة اكو واحد يقول لي مثلا القى يم الماطور هذا البثيث مالت القايش على المبرد. هاي معناتها الحلفة ما قاعدة عدل، قاعد تذب على القايش، والقايش من يفتر يقوم يذب هذا القطع الاسود الناعم على المبردة. فلازم تنتبهون لهذا الشيء. والمشكلة الأخيرة إنه شنو قاعد الماطور يشتغل بصورة طبيعية، فجأة يقوم أفرنا يا الله يشتغل. شنو السبب هذا؟ طبعا شغلتين، هاي سببها شغلتين. أما كنديسر، أما الشغلة الثانية المساعد. واحد يسأل يقول زين أنا شلون بالبيت شلون أعرف المساعد أو الكنديسر؟ طريقة كل سهلة وما يراد لها شيء. تشغل الماطور راح يبقى يون، تفر السربس، بس تتأكد أول شيء ينتل لو ما ينتل. إذا ما ينتل تفر السربس يمين، اشتغل طفيها وقفها، شغلها فر السربس يسار. إذا هم اشتغل على اليمين وعلى اليسار معناتها المساعد. بس إذا اشتغل على اليمين ووقفته وعلى اليسار ما افتر رجع نهض بالعكس، هذا معناتها الكنديسر. لازم تبدل الكنديسر. هسه إذا اشتغل على الجهتين معناتها مساعد، واذا اشتغل على جهة واحدة معناتها كنديسر. طبعا اللي هنا انتهى الفيديو. هاي جميع المشاكل اللي يعاني منها الماطور. هواي من الاخوة قاعد يراسلوني على هذين المشاكل، جمعتهن كلهن بفيديو واحد حتى لا يكون ممل وطويل. طبعا اتمنى شيء بسيط قاعد اقدم لكم بالقناة تستفادون من يمه، ولا تنسوا اللايك واشتراك، واي شيء تحبون فيدكم بيه تقدرون تراسلونا على الواتساب او تكتبوا لي تعليق حلو مثلكم، وان شاء الله راح اجاوب وبقرا بوقت. شكرا لكم جزيل الشكر، اخوكم ميثم موسو.